حسناً، نعرف أن مستر دوم أمتعنا بهذا الواجب العظيم. قالتها ميسيس آريا ساخرة. ولكن ستثبتون جدارتكم بالطبع يا فرسان جريفندور، أليس كذلك؟ طبعا يا أستاذة. ولكن رفعت ميسيس هيرمايوني سناب يدها قائلة: بروفيسور آريا. نعم ميس سناب، أريد أن أشير إلى أنني قمت بهذه التعويذة مرات عديدة ونجحت جميعها، فما الصعب بها؟ حسنا ميس سناب، سأجيبك، لكن قبل ذلك دعوني أعرفكم معنى تعويذة الدرع. بروتيجو مشتقة من اللاتينية التي تعني أنا أدافع أو أنا حماية، وماكسيما الاسم المؤنث المفرد من ماكسيموس بمعنى أعظم أو الحد الأعلى، فالتعويذة تعني أحمي إلى أعلى حد. تعويذة الدرع هي مصطلح يستخدم ضد تعاويذ متنوعة، فهي تعمل على خلق حاجز سحري يقوم بردع الكيانات المادية، والتعويذ بهدف حماية منطقة أو شخص محدد. التعاويذ المهاجمة في بعض الأحيان ترتد عنها مباشرة باتجاه الشخص الذي أطلقها، أو ترتد باتجاهات مختلفة، أو تتبدد وتختفي حالما ترتطم بالدرع. قاطعتها دوريانا بيدان مرفوعتان قائلة: أستاذة، يمكنني أن أذكر التاريخ. حسنا مس دوريانا، يمكنك أن تذكري التاريخ، لكن ليس بهذه الطريقة البلهاء مرة أخرى. احمر وجه دوريانا خجلا، ثم تابعت: التاريخ ليس معلوما من هو مخترع تعويذة الدرع ومتى تم اختراعها، ولكن هذه التعويذة قد استخدمت بشكل متكرر خلال حرب الصحراء الثانية، معركة قسم الألغاز والغوامض في وزارة السحر عام 1996، ومعركة برج الفلك عام 1997، والمناوشات التي حدثت في قصر المالفوي، ومعركة هوجورتس في عام 1998. قام هاري بوتر بتعلم هذه التعويذة خلال سنته الرابعة في هوجورتس أثناء تحضيره للمهمة الثالثة في منافسة السحرة الثلاثة. كما قام بتعليم هذه التعويذة لأفراد جيش ديمبلدور بين عامي 1995 و 1996، كما إنها كانت موضوعا لأحد الأسئلة التي أتت في امتحان مستوى السحرة العادي عام 1996. تنهدت هنا بروفيسور آريا لتذكرها الفتى الشجاع هاري بوتر. حسنا يا أولاد، أنجزتم شوطا كبيرا، فهل من أحد يعطيني التأثيرات ويحصل على نقطتين؟ عجلها سيريوس. نعم بروفيسور، التأثيرات عندما تطلق هذه التعويذة يظهر غالبا درع غير مرئي في المكان الذي أشارت إليه أثر منفذ التعويذة، مكونة حاجز بينه وبين مهاجمه. إن الدرع بحد ذاته لا يصدر ضوءا، لكن الضوء يصدر عندما ترتطم التعويذة المهاجمة بالدرع. إن التعويذة الوحيدة التي لا تستطيع تعويذة الدرع صدها هي التعويذة القاتلة أفادا كادافرا. توتر البعض عند ذكر اسم التعويذة القاتلة، وقالت دوريانا: أرجوك سيريوس، لا تلفظ اسمها مرة أخرى، أرجوك. وقد كان السبب معلوما، فإن عم وجد دوريانا مات أمامها بهذه التعويذة القاتلة. فاعتذر سيريوس وتابع: آسف دوريانا، تعويذة الدرع هي من المستوى المتوسط في الصعوبة، وقد أدرك فريد وجورج ويزلي أن معظم السحرة البالغين وحتى الموظفين منهم في وزارة السحر لا يستطيعون تنفيذ هذه التعويذة بشكل فعال، وهذا الأمر يبين لنا براءة هاري بوتر وأفراد جيش ديمبلدور، حيث أن هاري استطاع إتقان هذه التعويذة عندما كان عمره 14 عام، ثم قام بتعليمها لأفراد جيش ديمبلدور بعد عام من تعلمها. حسنا هيرمايوني سناب، تقدمي لتعرفي إجابة سؤالك الآن وتعرفين ما الصعوبة بها. تقدمت هيرمايوني وقامت بروفيسور آريا بصعقها، ولكن لم ينفع درع هيرمايوني. قالت بروفيسور آريا لهيرمايوني بعد أن ناولتها قطعة من الشوكولاتة: حسنا، يمكنك الجلوس. جلست هيرمايوني وهي لا تكاد تصدق ما حدث. كيف حدث هذا؟ إنها تنجح دائما مع أصدقائها،
ويبدو أن بروفيسور أريا بلاك قرأت ما يدور بخلدها حتى شرحت الأمر قائلة: على الرغم من أن تعويذة الدرع لا تعتبر من التعاويذ شديدة الصعوبة، إلا أن التركيز يلعب دور كبير في مدى قوتها، فلكل تعويذة عند إلقائها مستوى معين من المهارة المطلوبة، وهذا يختلف من ساحر لساحر آخر. وقد وجد التوأم ويزلي هذا في صالحهم، حيث استطاعوا تسويق ملابس وقبعات وأحذية جميعها وضع عليها تعويذات حماية دائمة. نطق التعويذة غير صعب على الإطلاق، وهو برو تي جو. برو تي جو. برو تي جو. حركة اليد لهذه التعويذة سهلة نوعا ما، فكل ما عليك فعله هو عمل خط مستقيم بعصاك أمام جسدك، لكنها تستلزم قبضة قوية فقط. قام هاري باستخدامها ضد بروفيسور سنيب ليصد تعويذة اختراق الذاكرة التي كان سنيب يحاول تنفيذها عليه. والآن أريد أن أطرح سؤالا مهما. في مبارزة حقيقية من يفوز، إكسبيريموس أم بورتيجو؟ أريد شرحا لهذه النقطة. رفعت يداها بابرا براون فسمحت لها بروفيسور أريا بالكلام، فقالت: الإجابة على هذا السؤال غير ثابتة، ولكنها تعتمد على عاملين مهمين يمكننا من خلالهم تحديد أو تخمين أيهم سينتصر. العاملان هما قوة التعويذة ومهارة الساحر الذي أطلقها. فإذا كانت تعويذة إكسبيريموس أكثر قوة والساحر الذي أطلقها أكثر مهارة، فستتمكن من إضعاف الدرع أو حتى اختراقه، مما يؤدي في النهاية إلى نزع عسى المتبارز الآخر أو الإطاحة به بعيدا. أما إذا كانت تعويذة الدرع أكثر قوة والساحر الذي أطلقها أكثر مهارة، أو إذا كان مستوى قوتها أكبر من تعويذة بورتيجو العادية، كمثال بورتيجو ماكسيما، فسيصمد الدرع أمام تعويذة إكسبيريموس، وقد تنعكس هذه التعويذة على مطلقها أو تتشتت في اتجاهات مختلفة. أما إذا كان الساحران على مستوى متقارب من المهارة، فسيكون العامل المحدد هنا هو قدرة الثاني على إبقاء درعه صامدا لأطول وقت، وسرعة الأول في إطلاق التعويذة، رغم أن الكفة هنا قد ترجح لصاحب تعويذة الدرع، حيث سيكون تأثير انعكاس إكسبيريموس على صاحبها أقوى من تأثير إكسبيريموس على صاحب الدرع. فمن الممكن له أن يتفادى هذه التعويذة أو ينحني بعيدا عنها قبل أن تصيبه. ما هذا؟ ألا تدون ورائي ما قلت؟ سر ريش الكتابة فورا من التلاميذ على أوراقهم. اقتربت ميسيس أريا من هيرمايني قائلة لها: عزيزتي، إنك لست ضعيفة كما اعتقدت الآن، لكن يجب عليك التركيز والنطق الصحيح، وقد يعيقك فقط قوة من تبارزيه، فهنا يجب الثقة بالنفس والتركيز الشديد. أتوقع لك نجاحا مبهرا عزيزتي عند وصولك لمستوى متقدم من التعليم. أنت فتاة موهوبة، ابحثي في أعماقك وستجدين مكمن قوتك. ابتسمت وقتها هيرمايني برقة. حسنا يا شباب، انتهى درس اليوم. نريد أن نمتع بروفيسور دوم ونريه العمل التعاوني وقوة منزل جريفندور. أراكم في الدرس القادم. إلى اللقاء.